قذف جسم لأعلى في خط مستقيم بسرعة 98 متر على الثانية. بسرعة كام يا جماعة؟ 98 متر على الثانية. بين قوسين كده اكتب الجي بيساوي 9.8 متر على الثانية تربيع. المطلوب رقم 1 زمن وصوله لأقصى ارتفاع. رقم 2 الزمن حتى عودته لسطح الأرض. 3 أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم. رقم 4 ارسم بيانين. حب السؤال. ارسم بيانين العلاقة بين سرعة الجسم على المحور الرأسي سرعة الجسم على المحور الرأسي وزمن الحركة على المحور الأفقي خلال مرحلة الصعود والهبوط. واضح يا جماعة؟ طيب أنا هدي دقيقتين بالظبط، الناس بتبدأ تفكر وبعدها أبدأ أحل معاك. اشتغل، كله شغال يا جماعة. زمن وصوله لأقصى ارتفاع، صح؟ أنا عاوز أجيب زمن وصول أقصى ارتفاع. نسأل سؤال، هو مديني سرعة وعايز زمن، ناخد أول معادلة على طول وش كده. يا جماعة شوف أنت بتختار إزاي المعادلة. هو مدينا إيه وعاوز إيه؟ مديني سرعة ابتدائية وعاوز زمن، نروح ناخد أنا معادلة الأولى. فلو أنا هكتب هقول كده، بص آخد المعادلة الأولى وأقول الفي فاينل هتساوي جي تي زائد في اي. الفي فاينل عند اقصى ارتفاع خالص فوق، صح؟ مش كده؟ يلا يبقى الفي فاينل عند اقصى ارتفاع خالص فوق. الفي فاينل بصفر. الجي سالب 9.8 تي اللي انا عاوزه زائد الفي اي ب 98. اذا التي ده لما يروح هناك الحنين هيروح ب 9.8 تي. نقسم بعد كده 98 على 9.8 نشوف الناتج هيطلع كام؟ 10 ثواني. يبقى هنا الزمن طلع 10 ثواني. رد عليا، ده زمن ايه؟ صعود بس. ده زمن وصول اقصى ارتفاع بس. طب انا عشان اجيب تاني مطلوب عايز يجيب الزمن الكلي صعود وهبوط. ما هو طلع في 10 ورجع في 10، يبقى الزمن الكلي 20 ثانية. ده المطلوب رقم 2. المطلوب رقم 3 اقصى ارتفاع. انت وجهة نظرك يلا انا عايز اجيب اقصى ارتفاع. هنا ممكن تجيبه بطريقتين. لو انت ضامن ان الزمن اللي انت جايبه صح اشتغل بالثانيه على طول وخلص. الزمن هطلعنا ب 10 ثواني صعود بس، صح؟ لو انا خدت المعادله الثانيه اقدر اجيب اقصى ارتفاع الجسم يوصل له بسهوله جدا. طبعا ولو ان انا افضل ان انت تستخدم المعادله الثالثه وما تعتمدش على ارقام انت لسه جايبها. بس انا بقول هو الزمن فعلا ب 10. تبسيطا للحل هاخد المعادله الثانيه واقول دي بتساوي، سمعوني، نص ايه؟ طالما معاك زمن الحركه خلاص، بس ده زمن صعود بس عشان انا بجيب اقصى ارتفاع فاتعامل مع مرحله واحده، مرحله الصعود، واقول نص الجيب كام؟ بس عوض عنها باشاره ايه؟ سالبه فعلا. لازم يا جماعه يبقى نص
يبقى نص في سالب 9.8. الزمن اثناء الصعود 10 تربيع زائد الفي اي ب 98. الزمن ب 10. اطلع الناتج ده يطلع 490 متر. يبقى الجسم يا شباب لحد ما يوصل لاقصى ارتفاع هيبقى قطع 490 متر اذا قذف بالسرعه اللي انا بتكلم عليها. واضح؟ طيب ده المطلوب رقم كام؟ يبقى ده كان 1 2 3. طب المطلوب رقم 4 بقى يستاهل ان انا امسح له السبوره كلها الجنب ده يعني. عايز يرسم رسمه ايه؟ ها؟ بيان بين مين ومين؟ سرعه الجسم والزمن صح؟ انا عايز الشطار هنا يقولوا لي هو مرحله الصعود والهبوط وهو طالع السرعه لو انا قلت لك اتجاهها موجب يبقى هو نازل السرعه اتجاهها. فانا اهو عشان احل السؤال لازم نتعامل مع السرعه بالمنطقتين بتوعها الموجب والسالب. فبالتالي لازم دلوقتي يا جماعه نعمل محور موجب ومحور سالب للسرعه. لو انا قلت لك ده الخط بتاع الزمن يبقى دي السرعه الموجبه ودي السرعه السالب صح؟ وهنا لازم اتعامل مع الموجب والسالب عشان السرعه الكميه متجهه. طيب انا عاوز واحد شاطر يقول لي انا قلت لك في السؤال علاقه بين مين ومين؟ على المحور الراسي. السرعة والزمن المحور قول لي هو الجسم لما قذف بسرعه كام؟ 98. مش دي اللي بدأ بيها؟ طب 98 بالموجب يعني اهو 98 بالموجب. طب انت وجهه نظرك لما الجسم قذف بالشكل ده وهو طالع بقى طالع ها سرعته بتقل ولا بتزيد؟ اللي بيقول بتزيد يعني سرعته تفضل تزيد لحد ما لا نهايه لحد يوم القيامه يعني؟ لا ولا تفضل تقل تمهيدا ان يبدا ينزل؟ يبقى هو طالع سرعته بتقل يبقى الخط بقى يطلع ولا ينزل؟ ينزل. ايوه الخط اعمله كده بص كده. ده معناه ان بزياده الزمن تتناقص السرعه. بص الحته اللي جايه دي وبعد 10 ثواني تصبح سرعته عند اقصى ارتفاع 0. مش ده معناه ان بعد ال 10 ثواني عند اقصى ارتفاع السرعه بتاعته مالها؟ اسمع 0 هتنعدم مش كده؟ طب مين يكمل؟ اثناء الهبوط سرعته تبدا تزيد ها؟ بس هتزيد في نفس الاتجاه الموجب ولا في الاتجاه السالب؟ في الاتجاه السالب. وده معناه ان الخط يا جماعه بصوا يبقى بالشكل ده كده. يعني دي 10 بص الخط يبقى بالمنظر ده كده. اسال وقولوا لي لما يعود لنفس النقطه اللي قذف منها لحد دلوقتي الجسم طلع وهو نازل سرعته بتزيد لما يوصل لنفس النقطه اللي قذف منها هتبقى سرعته سالب 98 والزمن المستغرق مش ده 10 يلا عليها 10 كمان يبقى انا كده رسمت بيانيا العلاقه ما بين سرعه الجسم والزمن اثناء مرحله الصعود والهبوط. واضح يا شباب؟ اعيد تاني يا جماعه. مهم جدا الرسمه البيانيه دي والناس طبعا اكيد كتبت ورايا السؤال. اتفضل.